القصه اللي هقولها في فيديو النهارده هي مش تكمله للقصه بتاع ذا بويز او حتى كمان قصه انفينسيبل. دي حاجه كده مختلفه تماما عن القصه اللي بحكيها هنا على القناه. في العالم بتاع انفينسيبل مارك جيرسون كان شايف كل حاجه، واجه الفيلترومايتس وحشرات شبه البشر وحروب وحاجات كفيله انها تخلي اي انسان عادي يفقد عقله، لكن عمره ما كان يتخيل ان اللي حصل يوم ما البوابه اتعطلت هيكون اغرب من اي حاجه شافها. هو كان رايح ناحيه روبوت، وكمان مستر جيرلي كانت واقفه جنبه. البوابه هنا بدات تولع وتطلع شرار، وبدل هنا ما يرجع للارض مارك لقى نفسه بيقع في عالم تاني خالص، والبوابه قفلت وراه قبل حتى ما يستوعب اللي حصل. بقى هنا مفيش طريق يرجع بيه ولا وسيله تواصل بيها مع فريقه. مارك بقى لوحده على كوكب عالم الابطال الخارقين فيه مختلف تماما عن اي حاجه عرفها قبل كده. وطبعا هنا هو عمل اللي متعود يعمله، بدا ينقذ الناس. لما الطياره بتاعت 747 كانت هتتحطم مسكها بايديه الاتنين ووجهها بهدوء لحد ما نزلت بامان. العالم طبعا هنا كله شاف المشهد ده، قنوات الاخبار فضلت تعرض اللقطه طول اليوم. بطل مجهول عمل حاجه مستحيل حد يصدقها. على الجانب التاني هوملاندر كان بيتفرج على الاخبار في صمت. اول ما شاف الطياره دي عرفها على طول، نفس النوع اللي وقع من سنين ونفس النوع اللي هو فشل اصلا ان هو ينقذه. فهنا طبعا هوملاندر فضل واقف فاتح بقه كده مستغرب، هنا في على كوكب واحد اقوى منه وكل الناس شافت ده طبعا بعينيها. شركه فوك كمان لاحظت الموضوع، بطل بالقوه دي مش مجرد مكسب، ده كنز. فعرضوا على مارك ينضم طبعا لفريق السيفن. مارك هنا ما كانش فارق معاه الشهرة، لكنه كان محبوس في عالم مش العالم بتاعه، والانضمام للفريق هيديله فرصة يساعد الناس وفي نفس الوقت يدور على طريقة يرجع بيها بيته، فوافق على طول. هنا بقى في الليلة دي وهو قاعد لوحده كده فوق سطح مبنى، فتح الموبايل وبدأ يقلب في الصور القديمة، صورة أهله وبعدها صورة إيف. فضل هنا بص ليها شوية قبل ما يقفل الموبايل وحطه في جيبه. طيب هنا بقى ما كانش عنده أي فكرة هو دخل على إيه. فريق السيفن هنا كله بيلف حوالين شخص واحد، هوملاندر، الكل بيخاف منه والكل بينفذ أوامره. ولما شركة فوت قدمت العضو الجديد للفريق المكان كله سكت. مارك هنا شاب صغير وهادي مش مهتم بهوملاندر اصلا. هوملاندر يعتبر بصله باستخدام الاشعه السينيه، هيكون العظمي كان كثيف بشكل مستحيل، حاجه عمره ما شاف زيها. مارك عدى من جنبه بكل هدوء، فجاه هوملاندر اندفع ناحيته، كان لازم يثبت انه لسه الاقوى. ولكن مارك هنا اختفى، حتى ايترين ما قدرش يلحق حركته بعينه. ففي لحظة كان واقف قدام هوملاندر، وفي اللحظة اللي بعدها بقى واقف وراه. ادريان هنا يعتبر بقى واقف كده مصدوم اللي شافه. مارك بص لهوملاندر وقال له بهدوء: سمعت عن كل اللي انت عملته، ولو فكرت يوم تأذي اي حد هنا انا اللي هوقفك. حرفيا صمت بيحصل في المكان. ستارلايت هنا اخيرا اخذت نفسها. بلاك نوار ميل راسه كده باستغراب، اما زديب فبص بينهم وهو متوتر. هو بيقول هنا انت ما ينفعش تكلم هوملاندر بالطريقه دي، ولكن الحقيقه ان كل واحد فيهم كان بيفكر في حاجه مختلفه. اول مهمه لمارك كانت حريق ضخم في مخزن. قبل ما الفريق يتحرك هوملاندر نادي هنا على بلاك نوار على جنب وقال له بصوت واطي ما تساعدوش، خليه يتصرف لوحده. لكن الوضع هنا كان اسوأ بكتير من المتوقع. المخزن يا جماعه كان بيقع فوق اللي فيه والناس محاصره في كل مكان، اما مارك فكان موجود في كل حته، بيمسك الاعمده قبل ما تقع ويطلع المدنيين ويطير بيهم لمكان امن. في المقابل بلاك نوار كان بيساعد بالعافيه. اما بالنسبه لزديب فهو كان بيتحرك ببطء متعمد. اما بالنسبه لهوملاندر فكان واقف من بعيد مستني مارك يغلط، لكن مارك هنا ما بيغلطش. كل اللي هو عمله انه اشتغل اكتر، ولما المخزن هنا وقع بالكامل في الاخر كان كل المدنيين خرجوا وهم سلام. بعدها مارك راح لبلاك نوار وساله ليه ما ساعدتش. بلاك نوار ما ردش عليه. مارك كمل: انا مش زعلان بس عاوز افهم بس. بلاك نوار هنا كتب كلمتين على ورقه: اختبار هوملاندر. مارك هز راسه وقال: طيب والاختبار قال لك ايه بقى؟ بلاك نوار بص له من غير ما يكتب اي حاجه، ما كانش محتاج، كان واضح ان حاجه جواه بدات تتغير. بعدها بفترة مارك لقى زديب قاعد لوحده، قال له انت كمان كنت مكسل تساعد؟ زديب رد وقال له ايوه. مارك قال له كان ممكن ترفض. زديب ضحك ضحكة خفيفة كده: محدش بيقول لا لهوملاندر. مارك هز راسه وقال له لا، دايما عندك اختيار حتى لو حاسس ان ما عندكش، وسابه ومشي. اما زديب فضل هنا قاعد مكانه وقت طويل بيفكر فعلا في كلامه، لكن هوملاندر ما كانش خلص. اكبر واحد من مسؤول التسويق في شركه فوت يبدا حمله تشويه ضد مارك، نزل فيديوهات متفبركه لعمليات الانقاذ تبان فيها مباني اتدمرت ومدنيين هنا تعرضوا للخطر. العناوين انتشرت في كل مكان: انفينسيبل ولا بطل مستهتر. شعبيه مارك نزلت لمده 48 ساعه، لكن مارك عمل اللي دايما بيعمله: انقذ الناس. وفي خلال اسبوع واحد الحقيقه بدات تظهر، الناس بقت تشوف عمليات لانقاذ الحياه بدل الفيديوهات المتفبركه، وشعبيته رجعت اقوى من الاول. هوملاندر كسب لكن لمده اسبوع واحد فقط. بعدها حصل انهيار كبري ضخم. هوملاندر اصر هنا انه يروح المهمه بنفسه، وقال بثقه: هوريك بقى البطل الحقيقي بيشتغل ازاي. مارك اكتفى انه يميل له راسه كده اللي هو ايه: اتفضل يا باشا وريني شطارتك. فهوملاندر هنا كان مركز مع الكاميرات والشو وكمان الخطب اللي بتتقال والشكل اللي هيطلع بيه قدام الناس، وما لاحظش خالص ان جزء كامل من الكوبري هنا بدا ينهار. ولكن مارك شافه وفي لحظه رفع الجزء المنهار بايد واحده. الاف الاطنان هنا كان مارك رفعها بايد واحده.
محدش حتى كان مستوعب قد ايه كانوا قريبين من كارثه حقيقيه. بعد ما المهمه هنا خلصت مارك ابتسم وقال شغل ممتاز يا جماعه، وكان يقصدها بجد، وده بطريقه ما ضايق هوملاندر اكتر. المهمه اللي بعدها كانت ضد مجموعه مسلحه احتجزت هنا رهائن جوه مخزن تاني. مارك اقترح خطه، هوملاندر شبك دراعاته وقلب سخريه، يلا نشوف الولد المثالي هيعرف يقود فريق ولا لا، وما اتحركش من مكانه. لكن رغم كل ده المهمه نجحت نجاح كامل، كل الرهائن هنا تم انقاذهم، اتقبض كمان على المجرمين ومن غير ولا مدني واحد يتصاب كمان. ولما رجعوا هنا المقر الفريق الكل اتجمع حوالين مارك وبداوا يتكلموا معاه عن المهمه اللي بعدها، وده كان شيء غريب لان زمان فريق 7 ما كانوش اكتر من مجرد واجهه دعائيه بيمثلوا بطولات قدام الكاميرات وبيعملوا حملات اعلانيه، وكل ده علشان خاطر شركه فوت تكسب فلوس اكتر. لكن الوضع هنا اتغير. تاني يوم الصبح ستان ادجار استدعى اجتماع طارئ من غير اي شرح، كل اعضاء السيفن كانوا موجودين في نفس الاوضه، بص عليهم مره واحده وقال من اللحظه دي مارك هو القائد الجديد لفريق السيفن. وبعد الجمله دي الصمت بيملى المكان وبعدها الارتياح. ستارلايت هنا كانت اول واحده تبتسم وبعدها باقي الفريق بدا يبارك لمارك. ستان ادجار هنا بص لهوملاندر وقال ارقامنا عمرها ما كانت بالشكل ده، شعبيه اعلى وارباح اكتر ونتائج كمان افضل. مارك هو القائد الافضل والقرار نهائي. عيون هوملاندر بدأت تلمع بالأحمر، ولكن ستان إدجار هنا حتى ما رفعلوش حاجب وقال بمنتهى البرود عاوز تعمل حاجة؟ اتفضل اسمع كويس، أنا اللي بملكك وأنا اللي بملك فريق السيفن، أنت هتعمل اللي أقوله أو تمشي من هنا. هوملاندر هنا قبض على إيده بعنف لكنه ما اتحركش من مكانه لأن لأول مرة في حياته في حد أقوى منه أخد مكانه. ستان إدجار هنا بص لماركو وقال له الفريق بقى بتاعك، وبعدين خرج من الأوضة. هوملاندر فضل واقف مكانه ولكن كل اللي حواليه كانوا بيحتفلوا بمارك، والاول مره من سنين محدش كان باصص لهوملاندر. طبعا هوملاندر رفض يتقبل الوضع ده، وخلال الاسابيع اللي بعدها جرب كل حاجه يوقع بيها مارك. كان بيحاول يعطله اثناء عمليه الانقاذ لكن مارك كان بينقذ الكل في الاخر، وكان بيتحداه في اجتماعات الفريق، ومارك كان بيسمع اي فكره كويسه ويستفيد منها كمان وبيتجاهل غروره تماما، وفي كل مره النتيجه كانت واحده، مارك هو اللي بيكسب. لكن كان في تغيير تاني بيحصل، زديب بطل ينفذ الاوامر لمجرد انه خايف، وبلاك نوار بقى بيمشي ورا كل قرارات مارك من غير اي تردد. حتى ايترين بقى مرتاح وهو حواليه، ولاول مره الانضمام للسيفن ما بقاش مجرد محاوله للبقاء على قيد الحياه، بقى فعلا فريق. السومو فرونت هنا كانت بتراقب كل ده، هي ما كانتش معجبه بمارك لانه طيب، اللي شد انتباهها ان الناس كانت بتتبعه بارادتهم. القوه الحقيقيه مش بتفرض الولاء، هي اللي بتخلي الناس تتبعك من نفسها. في ليله بقى لقيت مارك بيتضرب لوحده وقالت له انت عارف ايه اللي بيحصل صح؟ مارك بص ليها قالت له انت بتحل مكانه، وسابته ومشيت قبل حتى ما يرد. قضى مارك الست شهور اللي بعدهم وهو بيشتغل مع افضل علماء فوت في محاوله يعيدوا تصنيع البوابه اللي جابته للعالم ده، لكن كل تجربه بتفشل وكل نظريه بتنهار. الحقيقه بقى ان شركه فوت كانوا بيمثلوا عليه اصلا، كانوا بيساعدوه في الظهر، ولكن في الحقيقه عمرهم ما كانوا عاوزين يمشي اصلا، مش وهو بيكسبوا مليارات. في الاخر مارك اضطر يعترف بالحقيقه، يمكن مش هيرجع بيته ابدا، في مكان بعيد ايف كانت مستنياه، وسيسيل اكيد لسه بيدور على طريقه يرجعه، واهله اكيد لسه مؤمنين انه هيرجع، لكن هو ما بقاش قادر. وتقبل الحقيقه دي غيره، بدل ما يعيش مستني اليوم اللي هيهرب فيه بدا يعيش حياته في العالم ده. ستارلايت كانت اول واحده تلاحظ التغيير. مارك كان بيسمعها وهي بتتكلم، كان بيسالها هي عايزه ايه بدل ما يقول لها شركه فوت عاوزه منها ايه. وبالنسبه لواحده قضت سنين عايشه تحت سيطره هوملاندر الاحساس ده كان غريب جدا. كلامهم هنا بقى يطول سوا، والكلام بيوصل للعشاء، والعشاء بقى سهر لحد اخر الليل، وليل ورا ليل. العلاقه بينهم بقت حاجه محدش فيهم كان متوقعها. في مساء بقى بيكون هادي شويه، كانوا واقفين قدام شبابيك مقر الفريق وباصين على المدينه. ستارلايت سالته انت فعلا حاولت ترجع بيتك؟ مارك رد 6 شهور كامله، هي كانت الوحيده غير فوت اللي تعرف اصله الحقيقي. فسالته وبعدين بطلت ليه؟ مارك فضل بص لانوار المدينه وقال لاني ما بقتش متاكد ان اقدر ارجع اصلا. فضلت تبص له كده في هدوء وقالت في حد مستنيك هناك؟ مارك هز راسه وقال اهلي واصحابي وكمان ايف، وابتسم ابتسامه كلها حزن، مش عارف اذا كنت هشوفهم تاني ولا لا. ستارلايت مدت ايديها ومسكت ايده وقربت منه بوسه كده بهدوء وبتردد كمان كانها بتستأذنه، ومارك يمكن برضه بدل نفس الشعور. والاول مره من ساعه ما وصل العالم ده مارك سمح لنفسه يصدق انه ممكن يكون سعيد. عدت شهور والفريق كله بدأ يلاحظ الفرق. مارك كان دايما بيطلب رأي الكل، بيثق في الناس، بيسمع ليهم ويخلي كل واحد يحس ان صوته ليه قيمه، لحد ما جه الاجتماع اللي غير كل حاجه حرفيا. هوملاندر وقف قدام الخريطه وقال هنهجم من الناحيه الشرقيه. الجميع هنا سكت. مارك بص للخريطه شويه وقال بهدوء الجهه الغربيه أأمن وفيها مدنيين أقل. إدرين هز راسه موافق. بلاك نوار حرك العلامة بتاعته ناحية الغرب من غير ما يتكلم. ستارلايت عملت نفس الحركة، واحد ورا التاني، كل أعضاء الفريق اختاروا خطة مارك. هوملاندر بص حواليه محدش بص له، سنين من الخوف اختفت، وفي اللحظة دي حاجة جواه اتكسرت نهائي.
هو مبقاش هنا هيرجعهم لصفه، هو هيخلي محدش يقدر ياخدهم منه. بعدها بيومين هوملاندر اختفى، ستورم فرونت شافته وهو خارج وكانت عارفه انه بيحضر لمصيبه طبعا، ولما رجع كان سولجر بوي واقف جنبه. في نفس الليله بقى كان مارك وستارلايت قاعدين لوحدهم في اوضته، والاول مره من شهور مارك ما بقاش بيفكر في البوابات ولا في الرجوع ولا انه محبوس في عالم غريب، كل اللي كان بيفكر فيه هي. ستارلايت قالت بهدوء لازم نسيب شركه فود. مارك ابتسم وقال كنت مستني منك تقول الكلمه دي، وقعدوا بالساعات يتكلموا عن السفر وعن انهم يساعدوا الناس بطريقتهم وعن انهم كمان يبنوا حياه تخصهم هم مش تخص شركه فود. والاول مره من وقت طويل مارك ضحك ضحكه حقيقيه. ستارلايت هنا حضنته وقالت انا بحبك، ومارك بص في عينيه وقال وانا كمان، وفضلوا مع بعض وكل واحد فيهم ماسك ايد التاني. في مكان تاني بقى هوملاندر كان واقف بيبص على نور اوضه مارك، كل ضحكه وكل ابتسامه وكل لحظه سعاده كانت بالنسبه ليه كانها جزء من حياته بتتسرق. خسر فريقه وخسر مكانته وخسر كمان سيطرته، والغيره تحولت لكراهيه والكراهيه بقت خطه. في اخر الليل بقى هوملاندر هنا لقى ستارلايت ماشيه لوحدها في ممر هادي، اول ما شافته عرفت من نظره عينيه ان في حاجه غلط. عيونه هنا بدات تنور بالاحمر وقال فاكره انه هيقدر ينقذك؟ انت بالنسبه لي ولا حاجه، مجرد حاجه شغلته عن الحياه اللي سابها وراه. وفجاه اطلق اشعه الليزر، ستارلايت هنا صرخت، الضربة اخترقت جسمها وقعت على الأرض وبقت بتنفس بالعافية. هوملاندر بص عليها شوية ولف ظهره ومشي، كان عاوزها تفضل عايشة شوية بس مش أكتر، لأنه كان عارف بالظبط مارك هيعمل إيه. زديب هو أول واحد لقاها، أول ما شافها قلبه كان هيقف، اتصل بمارك فورا لكن مارك وصل قبل ما المكالمة تخلص أصلا. وقع هنا على ركبته جنبها والدم غرق إيديه، وقال وهو بيحاول يطمنها استحملي خليكي معايا. ستارلايت هنا بصت له بالعافية، مارك شالها على طول وطار بيها للمركز الطبي. أول ما دخل قال للدكاترة انقذوها، وبدون ما يستنى لف ومشي. كان رايح يدور على هوملاندر ولقاه مستنيه وجنبه كمان سوجر بوي. هوملاندر ابتسم وقال هي بتموت ومفيش حاجه تقدر تعملها. فجاه سوجر بوي ظهر قدام مارك واطلق انفجاره، والموجه الاشعاعيه غطت المكان كله ولكن ولا اي حاجه حصلت. سوجر بوي استغرب جدا من اللي حصل وضربه مره تانية وبرضه ولا اي حاجه حصلت. قال باستغراب هو في ايه؟ حتى هوملاندر كان مصدوم، ما كانش يعرف ان قوه مارك اصلا مش جايه من كومباوند في. كل اللي كان يعرفه عنه كان كذب اخترعته شركه فوت عشان يخفوا سر مارك الحقيقي. مارك رفع راسه بهدوء وقال انا مش واحد منكم اصلا. سولجر بوي رجع خطوه لورا، ولاول مره من سنين الخوف بان على وشه، ولكن هوملاندر هجم على مارك بكل غضب ويأسه كمان. المعركه هنا ما كملتش غير ثواني، لكن اللكمه من هوملاندر هنا كان مارك بيرد عليها بثلاثه، كل هجمه كانت ابطأ واضعف ومتوقعه. اما سولجر بوي فهو يتفرج بس، وقال وهو مش مستوعب انت ايه بالظبط. في الاخر هوملاندر وقع على الارض جسمه متكسر وغرقان في دمه ومهزوم كمان تماما. مارك مسكه من رقبته وقلب غضب، انت اذيت الناس اللي وثقوا فيك ودمرت عيلتك بنفسك، انت اللي عملت كده. هوملاندر حاول يتكلم لكن مارك قلع فكه بالكامل، والمكان وقتها بقى كله صامت. رماه على الارض وطار باقصى سرعه للمعركه الوحيده اللي لسه تهمه ستارلايت. دخل اوضه العمليات بعنف، الدكاتره كانوا محوطينها واجهزه المراقبه شغاله. واحد من الدكاتره هنا قال لسه عايشه. مارك مسك ايديها وقال ما تسيبنيش. العمليه استمرت 18 ساعه وكل دقيقه كانت اطول من اللي قبلها. واخيرا باب اوضه العمليات هنا اتفتح، الدكتور خرج وقال قدرنا نثبت حالتها. مارك هنا كان هيقع من شده الارتياح حرفيا، ولما طلعت فائت لقيته لسه قاعد جنبها، بصت له بابتسامه ضعيفه وقالت شكلك تعبان. اما مارك ضحك وقال وانت كمان، فابتسمت وكانت مرهقه لكن عايشه. الايام اللي بعدها بقى الحياه رجعت طبيعيه شويه، كانت بتهزر مع الممرضين عادي جدا واتكلموا كتير عن المستقبل، عن انهم يسيبوا فوت وكمان يسافروا العالم سوا ويبنوا حياه تكون بتاعتهم هم. ولاول مره مارك صدق ان الحلم ده هيحصل فعلا. لكن بعد 3 ايام وقبل الفجر بشويه اجهزه المراقبه فجاه اتغير صوتها، الصوت المنتظم اتحول لانذارات. الدكاتره هنا جروا على الاوضه، مارك صحي مفزوع وقال ايه اللي بيحصل؟ محدش رد عليه، كانوا بيحاولوا ينقذوها. جلطه دمويه كانت مستخبيه وفجاه انهت كل حاجه. مارك وقف مكانه مش قادر يتحرك، الاوضه كلها مليانه صريخ واوامر، وفجاه سكت كل حاجه حرفيا. الجهاز طلع صوت واحد مستمر، مارك همس لا، لكن القوة ما تقدرش ترجع قلبه وقف، والسرعة ما تقدرش تسبق الموت. ولأول مرة في حياته ما كانش فيه عدو يحاربه. عدت ساعات ومارك ما اتحركش من مكانه، كان لسه ماسك ايديها، وفجأة الواقع نفسه بدأ يتشقق. بوابة بتفتح قدامه، نفس البوابة اللي جابت له العالم ده، طاقة بتلمع والوانها بتتغير باستمرار، شكلها عشوائي ومستحيلة كمان. مارك رفع عينيه ببطء، عرفها من أول نظرة، الحاجة الوحيدة اللي قضى سنة كاملة بيحاول يعيد صناعتها فضلت متعلقة قدامه. في صمت تام مارك فضل باصص لها، وبعدين بص على ستارلايت وبص تاني على البوابة، والبوابة هنا كانت مستنياه.